عاملين ايه؟ من فترة كبيرة جبت من على SHEIN رموش اللي هي المغناطيس دي. بصوا ده كده بيكون شكلها، فمعرفتش اركبها اصلا. بعديها بفترة، يعني الرموش دي تقريبا بقالها عندي يمكن اكتر من سنة او سنة. بعديها بفترة لقيت طلعت موضة كده الملقاط اللي هو بتاع الرموش المغناطيس، ان انت بتحطي فيه الرمش هنا وهنا وبتعملي كده بيركبهم. اوكي، جبته ونسيته خالص. يعني انا كنت قاعده بقلب في الحاجه عندي لقيتهم، فقلت اطلع استخدمهم معاكم. بصوا انا دول كده بيبقوا مع بعض، ده شكل الرمش وده الملقاط بتاعهم. دي كده المفروض انها رموش طرفيه، وفي اول الرمش وفي اخره في مغناطيس صغنن، فتعالوا نركبه. بصوا هنا الملقاط بيبقى مكتوب عليه اب وداون، بتحطوا الرمش بس بتحطوه من جوه، والجزء اللي بيكون فيه مغناطيس بيبقى لتحت. يعني الجزء ده هنا المغناطيس من هنا كده بحطه من تحت هنا. مش عارفه بقى هتشوفوني ولا لا، بس استنوا. بصوا انا ركبتهم، الرموش بتبقى لجوه مش لبره، بحيث ان احنا لما نركبها كده الرمش يلقط. لما عملت سيرش على موضوع الرموش المغناطيس دي، انا كنت الاول بستخدمها وانا مش حاطه ماسكارا. اوكي، فانا دلوقتي حاطه ماسكارا، فتعالوا بقى نركبها. انا بشوف ان هما بيحطوا دي كده وبيرفعوا العين لفوق. بسم الله، مش عارفه انا حطاها صح ولا لا. اوف، استنوا هنعيد من الاول. بيحطوا الملقاط كده وبيشدوا جامد وبيعملوا كده. انتوا بتسمعوا التيك بتاعت، والله العظيم اتعملت. استنوا اشوف في المرايه. لا بصوا هي اتعملت بس شكلها معوق اصلا، يعني ممكن مش هتبان. لا بس من قدام هنا شكلها من قدام طالعه جدا، ومش جايه على الجذور بتاعه الرموش. خلينا نجرب تاني. يعني هي من بعيد او في التصوير اوكي قشطه، بس برضو فيها حاجه غلط. خلينا نجرب تاني، وتاني مره نجرب. بسم الله. هي المشكله في رموشي انا. بصوا هي الرموش، مش عارفه بقى اوريلكم ازاي. بصوا الرموش متركبه خط، يعني مش جايه كده بميله، لا هي خط كده. مش عارف، شو انا حاسه ان العين دي ظبطت سيكه عن العين دي. يعني دي الى حد ما شكلها احسن، بس هي في العموم شكلها وحش جدا. ايه ده؟ يعني كنت متخيله انها لما هتتركب هيبقى شكلها احلى من كده، لا شكلي مرعب. طب نجرب اللي هي الوحشه اللي انا دي، نجربها بالمغناطيس يمكن يكون فيها الامل. ركب دلوقتي الشكل ده كده، مش متفائله بيه ابدا، بس يلا. مش شايفه حاجه، هو في حاجه مدلدله كده اصلا ركبته بشقلوب. استنوا، ايه بلاش دي وخلينا نستخدم الملقاط. هو لو ملقاط بلاستيك هيبقى احسن، لان المعدن ده كل شويه بتلزق فيه. هحط الجزء اللي فوق ده كده، اوكي، الجزء اللي تحت هنا. طب والله عمل اسهل، يعني عمل اسهل بكتير بالملقاط. سو هي دي طلع شكلها الطف، بس هي كانت محتاجه تبقى اطول من قدام. طب تيجوا نجرب التانية بالملقاط. انا عارفه الفيديو طول قوي، بس خلينا نجرب التانية بالملقاط كده يمكن تبقى اسهل. اجرب بايدي احط الجزء اللي فوق، عايزه اشوف. هاخد الجزء اللي تحت كده. بص هو نفس الفكره على فكره، هو عمل نفس اللي الملقاط ده بيعمله. طب ايه، مش عارف اركب العين التانية، بس هي الفكره نفسها شكل الرموش لا شكله اوفر. بصوا بصراحه حاسه الرموش اللي انا بلزقها باللزق بتاع الرموش عادي. يعني انا ساعات بستخدم اللي هو براشيا ده لما بحب استخدم جلو شفاف، ولو عايزه مش فارق لي يعني اللون بتاع الجلو بيبقى لانيل، بس اتاكدوا ان هو الاوريجينال. لا مش هستخدم رموش مغناطيسيه تاني. لا الموضوع ممل وظهري وجعني بجد من القعده عشان اعرف اركبه. بس كده، باي.